الخلق يا ابراهيم. دماغه ما بيموتش يا ابني. جدا 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 والله وحشتوني. تمام، شكرا على دعمكم ليا طبعا، شكرا لكم جدا من جوه قلبي كده. وحشتوني قوي يا اخواتي. الفتره الجايه في فيديوهات كتيره قوي. تمام ان شاء الله. وانا راجع محمد اللي انتوا انت تعرفني. اشترك في القناه واعمل لايك دلوقتي. حط لايك واشتراك، يا ريت تحط لايك واشتراك. تمام، لايك اشترك في القناه. النهارده هتكلم عن مين؟ النهارده هتكلم عن اسلام جاسم. طبعا اول مره اتكلم عليه عائله محمد علاء. تمام، او عائله محمد افضل الموضوع يعني. يلا بينا يا اخواتي. ما بيتخلطوش اهو. بص تخلص. لا ما تخلطش كده، تخلطوا عشان انت مجربين في الطريق. ايوه اصبر ولا اللون بيطلع فوق والازرق. ايوه اهو. وانتوا الاتنين بقيتوا عفاريت. بص كل ده هيحصل، كل الرغاوي دي هتروح بتقولوا وهيبقى هنا الازرق لحد هنا كده مش فاهم ده ايه. يعني الازازه دي مخيفه قوي ومرعبه قوي، فهي بتكشف السحر. فهو المفروض قال لنا ان احنا بنحط الازازه دي على ايدينا وبنمشي كده. الازازه هي اللي بتوجهنا. يعني الشم بتاع الازازه دي هي اللي بتوجهنا مثلا. يعني الازازه تروح هناك. يلا يا معلم بدأت تشتغل. طب اهدى بس. هي دي دلوقتي انا مش عارف الازازه دي فيها ايه. انا مش عارف ده حرام ولا ده حلال، وده حرام يا ابني ولا ده غلط. انا مش عارف يا ابراهيم، بس نجرب انا بقى مش عارف نخلص من المشاكل اللي عندنا. ده يا جدعان، ده قولوا لنا في الكومنتات ده حرام. بس لو حرام مش هنعمل كده تاني، لان انا ما اعرفش. هو الراجل قال لنا خدوها واعملوا وامشوا بيها في المكان اللي انتوا شاكين اللي فيه سحر. يا جماعه في كوارث بتحصل هنا. دي مش عارف اتكلم. والغطا ازاي اتكسر؟ انا مش عارف اتكلم يا جماعه. الغطا اتكسر والبتاع لسه مقفوله. دي لعنه يا ابراهيم. البتاع لسه مقفوله. انا هنشيل والغطا اتكسر. لسه انت واخد الموضوع كوميدي يا اسطى ولا مرعوب؟ مش عارف انا هعمل ايه. طب الازازه يا عم وقعت في الاوضه. يا جدعان الازازه وقعت في الاوضه، معنى كده ان في الاوضه حاجه. طيب هسيب ده يا جدعان. ده ايه؟ ده يا جدعان زعل معانا. ده انزل يا فتح. ايه ده مش فاهم. عايزك يا ابراهيم انت واخد الموضوع هزار. ما تضحكش يا جدعان انا حاسس ان الميه دي لو كبرت على الارض تنزل تمشي. ده ايه يا اسطى؟ ده ايه يا جدعان؟ حد يقول لي ده ايه؟ لما كنت واقف كده جت كده، وانا لما كنت وكل شويه استنى سريري يا اسلام اتنطط لك عليه. يا اسطى اللون كل شويه بيغمق والبتاع عماله تتكسر والدنيا بايظه. يعني في حاجه في المصر. نوريه للشيخ او لاي حد. لو في حاجه يبقى بعيد عننا. طب نازل منين ولا ايه؟ طب هو وقع من يعني وقع من السما؟ يا نهار اسود، ده احنا على ما نجيب مكان السحر ممكن نموت يا ابني. بس بقى عشان نشوف. ولا ابراهيم يلعب ولا ابراهيم. الشيخ قال لنا المره اللي فاتت كل ما الازازه تقرب من مكان السحر ممكن تبوظ او تتكسر. اللون يغمق والبتاع بتتكسر. احنا كده وصلنا لمكان السحر. اللي هنا في الاوضه. انا حاسس ان هو هنا او هنا. طب ما كمان نقلب الدنيا يا اصبر. طب اخر مره جرب كده. طب نجيبها هنا كده. يا عم مفيش حد هنا. انا اللي فوت هنا مفيش حاجه. ايه السحر دي؟ هنا يا اسطى. يا عم الازاي عايزه تنام ولا ايه هنا يا ابني؟ في دي مرتبه يا ابني بالله عليها. بص الدايره دي برضه. يا عم دي بسكوت عن الحمامه دي. انت عامل حمام هنا يالا؟ ما انا يا عم عامل حمام فين هنا؟ مفيش حاجه نقطع منها يا اسطى. ده يا ابراهيم يا ابني نقطع كده ازاي؟ لازم اسلام النور بره بص. مش عارف ايه ده؟ نشوف ايه. كله نشوف ايه بس ما تتخنقش. وانت وبعدين اصلا انا ما عملتش ده كله يا عم. ولا نور اسود. شيلها من ايدك. استنى في حاجه تانية. في حاجه يالا. استنى في يالا حاجه تانية. مش انا اللي عامل الليحه دي. مش انا ولبني. يالا في يالا اهي. نهار اسود. مش عارف ده ايه. اصبر تفتح حاجه عشان هيحصل لنا مشكله. طب نعمل ايه؟ ما احنا لازم نخلص منه. طب دور كده في حاسس بتاع كمان. حاسس. سمي الله كده وانت بتطلع الحاجات دي. سمي الله عشان ما فيش حاجه تلبسك انت. دور انا حاسس بيه.
مفيش حاجه. يلا يلا، لا في والله، انا حسيت بص صوتها مش عارف. Oke, diberi bisa gitu out. يا جماعه اصلا شوفوا القطن عامل ازاي، يعني اكيد السحر بوظ القطن ده كان سليم. بصي القطن عامل ليه. يا اسطى في ايه؟ Oke, siap. افتح كده يا اسلام. هو السرير بيبعت رسالة بعرفك. طب ما تدور كده جايز فيه تاني. ما انا بقى بس ما نسمع صوت يا ابراهيم سحر، كلمات سحر وحروف سحر يا ابراهيم. يا نهار ابيض. الساعة بتاعتي سمكة دي ولا عين؟ عين دي؟ عين ده ايه ده؟ مش عارف. ده دم. Saya milih beli musuh. ده دم ده؟ الصوت ده مكتوب ايه؟ يا ابني دي خط الشياطين بيقعدوا يعملوا اي حاجه كده اهو. حاجة في الورق على الأرض دي. هنعمل ايه على ده؟ نولع فيهم. نولع فيهم؟ يا المره فين لما ولعنا فيها والشياطين ظهرت بقى Saya قدامنا. milih beli لا hammu. نولع فيهم يس. يا ابني مش اقسم بالله ما هات هنا. أيوة أنا مش هبط هنا. حلوة مش هبط هنا. أنا كده. الازازه دي يا ابراهيم نعمل فيها ايه؟ دي ارميها في السرير. السرير بيسحلب ميه بتمشي ومش عارف. السرير بيكتب رسالة الميه بتمشي. انا بقول نولع في الاثنين مع بعض. هادي يا اسطى، انا الاقي سحر في بيتي واحده يا عم ابراهيم؟ وانا الاقي سحر في البيت واحده ازاي؟ بص الجو بقى كده بتجول على السلامة، ما اعرفش ايه فيها هيحصل كارثة. اجري ده البتاعة دي بتمشي. يا بنتي يلا يلا يا ابني. نلعب في الولع فوق. يا تولع بقى. يا لهوي يا سلام. البتاعة دي هتفرقع ولا هتفرقع. حاجه دخلت هنا ولا ايه؟ يا سيدي. لا بس لا خلاص يا ابراهيم. مالك يا جنى في ايه؟ جنى مالك يا بنتي؟ جنى مالك يا بنتي؟ استني استني أنا صح. انا مسكوت. هي حبيبتي يا عم مش تعملي حاجة صح. انت حبيبتي. يا بتعمل كده ليه بتتعب؟ مالك يا بنتي؟ في ايه يا بنتي؟ في ايه يا بنتي؟ مالك؟ يعني ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه يا بنتي؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا لاريسا يا سامي. بتخانق يا ابراهيم. الشعب. صدق يا جنى انا ابوك يا بنت. يا سامي. سامي. يا سامي. يا بنتي اللي حصل؟ علي انا ما عملتش حاجة. ولا حاسلاه. لا انقذ. ما تحدفوش بحاجه، سيب اللي في ايدك. خدي يا جنى هنا يا بنت، خدي هنا. يا سامي دي عفريت ده عفريت ما تركزش دعوة بيه انسى. خدي يا بنت. يا اسود وين معاك قرآن معاك حاجه؟ يا الشعب. قوم موته. ده ايه ده؟ موته. موته دي السلاح. جبت ده منين يا ابني؟ لقيته من هو. يا ابني البتاع ده لعنه يا ابني، جبت يا ده عم منين؟ انا ولا لحمة ولا فلاح. موته. يا جنى يا اسطى يا سامي. ابراهيم انا هتعمله في دماغه وخلاص يا ابراهيم. يعني يا اسطى اسال عوار عوار. ايوه يا اسطى. اديله ايوه كده يا الشعب. ازاي يعني؟ البتاع ده دخل في دماغه يا ابني ما بيموتش. سامي. سامي. شوف جنى سامي. عايزين قرآن. سامي. وانت موته هو ولا موتها هي؟ لسه ملبوسه يا ابني بص. يا سامي. شايف الاثنين. يا سامي. بص ايه ده؟ البتاع مكان يا سامي. ايه ده؟ مكان مع هو اختفى ودي وقعت مكانه. يا سامي. يا سامي. ما فيهاش اي حاجه ولا نقطه دم. ايه ده؟ البتاع ده يا جنى. يا سامي. قرآن قرآن.
يا بنتي. مغمى طب يلا يلا. هي مغمى علينا يا اسطى، يلا يلا. راح المستشفى او في ايه؟ سحر، او معنى اصح كده، ده سحر واعمال. واكيد طبعا طبعا انت نسيت خالص في القرآن. افتح القرآن عندك في البيت، تمام؟ يا ريت 24 ساعة تفتح القرآن، تمام؟ عشان العفاريت والكلام ده. طبعا السحر والأعمال، تمام، كبيرة جدا، ده مصيبة عموما. ربنا معاك يا اسلام، ربنا طبعا ألف سلامة على أختك طبعا الكلام ده. بس افتح القرآن، نصيحة مني ليك أو من أخوك الصغير، افتح القرآن عشان السحر والأعمال ده، تمام؟ ده مصيبة أكبر، يعني مصيبة كبيرة. وربنا معاكم، تمام؟ وفاكم يا رب. يعني أنا نصيحتك افتح القرآن، وطبعا طهر البيت في كل حتة، تمام؟ وطبعا أهم حاجة البخور، تمام؟ والكلام ده بس، تمام؟ وبس كده، النهارده خلصت الفيديو. يا رب يعجبكم الفيديو ده. اشترك في القناة واعمل لايك، عشان لايك واشتراك اهم حاجة طبعا. دوس لايك، اشترك في القناة. يا ريت شكرا على دعمكم. يا ريت كل واحد، تمام، خلي باله بنفسه، خلي باله بصحته، تمام؟ ده على فكرة نصيحة ليكم يا اخوات، خلي بالكم عشان السحر والعمل ده. يعني ايه، بلاش حد يعني ايه، حد اقرب منك ممكن يعمل لك سحر او عمل في بيتك، تمام؟ ده المفروض بيت عيلة، ده المفروض ده مصيبة قوي يعني، تمام؟ وربنا معاكم، ربنا يوفقكم يا رب. وكده خلصنا الفيديو. يا رب عجبكم الفيديو ده، اشترك في القناة واعمل لايك. معاكم محمد عاطف، مع السلامة يا اخواتي، باي باي.